ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ سبق ونزلت معاكم فيديو السجق بالدقه او بالطشه. النهارده بقى هنعمل سجق بالبصل والطماطم. حلو جدا جدا وبيوفر معاكي وبيرمي كميه، خصوصا ان احنا بنضيف خضار. فتعالوا بسم الله نبدا ونعمله. معلقتين كده من الزيت، وطبعا ما بنزودش ماده دهنيه علشان كده كده اوريدي السجق فيه ماده دهنيه، فهينزل كل الدهن اللي فيه في قلب طاسه نحط فيها معلقتين من الزيت، هننزل بالسجق متقطع كده مكعبات، او ممكن نص تقطعي السجقية الواحدة نصين، او ممكن تسيبيها كاملة براحتكم. وهننزل بعد كده بالطماطم، مجرد ما السجق يغير لونه بعد كده هننزل بالبصل. لو تلاحظوا ان انا نزلت الطماطم الاول غيرت لون كده مع السجق، وبعد كده نزلت بالبصل والفلفل. ممكن تضيفوا فلفل الوان، مفيش اي مشكلة خالص، المتوفر عندكم ضيفوه. هنقلب كل ده مع بعضه. هننزل بقى ايه بمعلقه كده صغيره من الثوم، ومعلقه كده من هريسه الشطه، براحتكم، حابين تضيفوها اوكي، مش حابين برضو براحتكم خالص، دي حاجه ترجع لكم انتوا. بس عموما الطريقه دي حلوه جدا جدا. هننزل بالتوابل، هو كده كده اصلا السجق فيه توابله، لكن احنا هنضيف توابل علشان الخضار اللي احنا ضفناه متبقاش الحاجه ايه عدبه. هننزل بملح وفلفل اسود وكمان رشه من الكزبره، وخلاص هنقلب كل ده مع بعضه. وكده السجق بتاعك بيبدأ بقى الخضار ينزل ميته كده، وبيستوي معاكي وبيبقى زي الفل. ادى السجق وادى سندوتشات السجق سريعه جدا جدا. ممكن تقدموه جنب مكرونه، او ممكن رز ابيض، او ممكن عيش فينو زي ما انا عملت كده، او ممكن عيش بلدي، براحتكم خالص. ممكن كمان طريقه السجق دي تحشوا بيها الحواوشي السجق، او ممكن تحشوا بيها بيتزا مثلا، او ممكن يعني تعملوا بيها اي حشوه خالص. ممكن فطير شرقي بالسجق. يعني الطريقه دي تنفع اي حاجه ممكن تستخدموا بيها السجق. بس كده، دي كانت وصفه النهارده، يا رب الفيديو عجبكم. ان شاء الله استنوني فيديوهات جايه، اشوفكم على خير في رعايه الله. مع الف سلامه.